صباح الفل عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد وفيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا داليا ودي قناتي قناة داليا الرفاعي. بصوا بقى، احنا المرة اللي فاتت او الفيديو اللي فات على طول عملنا خطوات تسييح الزبدة علشان نحولها لسمنة بلدي. وانا قلت لكم وانا بشرح لكم الخطوات بتاعه التسييح بتاعه الزبدة، قلت لكم قبل ما نسيح الزبدة لازم نعرف الاول نشتريها ازاي. بس مش هينفع في الفيديو ده علشان ايه؟ ما اخدش من شرح او الفيديو يطول عليكم، وكمان ما ياخدش من الشرح بتاع الفيديو اللي انا عاملاه اللي هو لان ايه ان يعني ان انا اعرف اشتري زبدة كويسة في الزمن ده اللي احنا فيه ده بالاسعار اللي احنا فيها دي. لازم اكون اعمل شوية خطوات كده واعمل شوية حاجات لازم علشان انا مرميش فلوسي على الارض زي ما بيقولوا كده. فكنت حابة ان انا افصل الفيديو ده عن الفيديو ده، ما يبقاش الاتنين مع بعض. خلاص، عملت لكم الفيديو بتاع خطوات التسييح. الفيديو وركزوا فيه كويس قوي لو ما كنتوش شفتوه، هو الفيديو اللي قبل ده على طول. خلاص كده. طيب انا قلت لكم قبل ما نسيح بقى الزبدة لازم الاول نعرف نشتريها ازاي. خلاص، ايا كان نوعها. النوع اللي انا جايبهولك النهارده ده هو الزبدة اللي هي الجاموسي. دي انا متعوده ان انا اجيبها بصراحه. مش اللي الزبده الصفرا بتبقى زبده بقري. خلاص، لازم تكوني عارفه كويس الفرق ما بين الزبده البقري والزبده الجاموسي الاول قبل اصلا ما تروحي وتشتري. طب هو ايه الفرق ما بين الزبده الجاموسي والزبده البقري؟ الزبده الجاموسي زي ما انتوا شايفين كده بيبقى لونها ابيض. خلاص، الزبده اللي بقري بيبقى لونها اصفر. طيب ده من ناحيه اللون. من ناحيه الطعم، لا، الطعم الجاموسي بيبقى طعمها أدسم شوية وأحلى طبعا. البقري لو حد في البيت تعبان أو حاجة بتبقى البقري أخف شوية. خلاص، وناس كتير قوي بتستخدمها للحلويات. وفي ناس كتير قوي اللي هم كبار السن او كده بيقولك البقري بتبقى ايه يعني اخف شوية من الجاموسي. خلاص. وطبعا هي صحية 100%. ليه؟ لان ما فيهاش اي مواد مهدرجة ولا فيها حاجة. لا، احنا بنيجي ونسيحها في البيت بدون اي مواد حافظة، بدون اي حاجة بنحطها عليها، بدون زيت نخيل، بدون اي حاجة من الحاجات اللي بتبقى بره، فبتبقى صحية طبعا بالمقارنة مع الحاجات اللي بره. عشان كده احنا مضطرين مضطرين ان احنا نجيبها لان هي انضف من اللي بره 100 مرة. وطبعا احنا عشان نحافظ على صحتنا فبنضطرين ان احنا نجيبها. خلاص، وفي ناس كتير جدا متعودة عليها يعني. خلاص، هي يعني انا واحدة زي انا ما بشتريش. يعني انا مش متعودة في اكلي غير على السمنة البلدي او اللية او الزيت النباتي بصراحة. ما عمري ما اشتريت السمنة المهدرجة دي. ما يعني انا ريحتها طبعا بتبقى فظيعة وحلوة، لكن فايدة صفر. طبعا يعني عايزة اقول لكم ان خطورتها بتبقى شديدة جدا في الاكل. فانا بجيب السمنة دي حتى لو غالية او حتى لو غالية بجيبها كميات قليلة على قد على قد ميزانيتي، على قد فلوسي. بجيب كمية صغيرة وبحاول على قد ما اقدر ان انا ايه يعني امشي الدنيا زي ما بيقولوا. خلاص. طيب، انا رايح طبعا هتشتروا السمنه او الزبده امتى؟ انا المفروض ان احنا بنشتري الزبده دي في شهر طوبه. شهر طوبه يعني ايه؟ يعني شهر 12 واحد واتنين كمان. يعني شهر طوبه ده هو بيبقى شهر واحد او شهر 12. خلاص. ليه بقى؟ لان بيبقى فيه زي ما بيقولوا كده الزبده دي جايه منين؟ جايه من البهايم. عايزه اقول لكم ان محصول البرسيم بيبقى حلو قوي قوي في الشتاء. فالبهايم تتغذى على البرسيم ده. ف يعني زي ما بيقولوا كده بيبقى فيه وفرة في اللبن، بيبقى فيه وفرة في اللحمة، بيبقى فيه وفرة. طبعا الزبدة جاية من اللبن وجاية من القشطة. فبيبقى فيه وفرة جامدة قوي 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 في اللبن، وبيبقى فيه وفرة جامدة في القشطة. فهي دي اللي بيتعمل منها الايه؟ الزبدة. خلاص. طبعا احلى لحمة واحلى زبدة واحلى قشطة واحلى لبن بناخده طول ايام الشتاء. يعني طول ايام الشتاء من عايزه اقول لكم ان طعم اللحمه نفسه بيتغير. يعني طعم اللحمه في الشتاء بيبقى طعم حاجه تانية خالص. سبحان الله يعني.
فاحلى وقت نجيب فيه السمنه او الزبده بيبقى في شهر اكتوبر. معاك 12 واحد وممكن لحد 2، مفيش مشكله خالص. طيب ممكن ان انتي تخزنيها كده في الفريزر، بتخزنيها كده في الفريزر سنه كامله، مفيش مشكله. طب ينفع اخزنها كده في التلاجة واسحب منها؟ لا لا لا. ليه؟ لان فيها نسبة كبيرة من اللبن والقشطة، فالنسبة كبيرة من اللبن والقشطة هيعفنوا بسرعة وهيبوظوا بسرعة، لان خدوا بالكم ان ديت مش سمنة بلدي محطوط عليها مواد مهدرجة او محطوط عليها مواد حافظة تخليها ان هي تبقى في درجة حرارة المطبخ ما تبص. لا، فيها نسبة مية وفيها نسبة لبن وفيها نسبة قشطة. خلاص. ف بتعفن وتبوظ بسرعه، لكن ما ينفعش ان احنا يعني هي كبيرها قوي 3 4 ايام في التلاجة عايزه تشيليها من غير ما تسيحها. يعني انا دلوقتي مسيحه، يعني انا مثلا ايه، لو انت جايبه كميه كبيره وعايزه تسيحي كل مثلا شهر كيلو ولا حاجه على قد استخدامك، بتحطيه في الفريزر وعادي جدا بيقعد بالسنه ما فيهاش اي مشكله. خلاص. طيب دلوقتي انا عايزه اروح اشتري السمن او الزبده، احنا لسه ما حولناهاش لسمنه. عايزه اروح اشتري الزبده البلدي دي زي ما انتم شايفين كده اهو. عايزه اروح اشتريها من مكان ما يضحكش عليا فيه. رقم واحد، لازم تكوني ضامنه المكان اللي انت رايحه فيه، مش اي مكان. يعني ما تشتروهاش من التجار، لا اشتروها من الفلاحين اللي بيبقوا قاعدين في الارض في الاسواق. خلاص. طيب مش اي حد كمان فلاح او فلاحه تشتري منه، لا، انتي بتروحي تشتريها من حد مضمون موثوق فيه، بتتعاملي معاه سنة واتنين وتلاتة واربعة وعشرة. طب انتي واحدة لسه مثلا متجوزة جديد، واحدة لسه ما عندكيش خبرة، بتخلي مامتك، بتخلي حماتك، بتخلي حد عنده خبرة هو اللي يشتريها لك. خلاص. طب ما فيش الكلام ده خالص، انتي هتروحي هقولك على شوية خطوات تعمليها عند الراجل، وشوية خطوات او عند الفلاح هتعمليها، وشوية خطوات تعمليها لما تروحي البيت. خلاص. انتي مش ضامنه الراجل او الحد اللي انتي رايحه تجيبي منه بتجيبي كميه قليله، ما تروحيش تجيبي لي 5 6 10 كيلو، لا، بتجيبي ان شاء الله كيلو واحد وتجربي فيه. خلاص. طيب رقم واحد الريحه. خلاص. انتي واقفه عند التاجر دلوقتي او عند الفلاح او عند الفلاحه، وطبعا آه، عايزه تختبريها زي ما بيقولوا. خلاص. فاول حاجه خالص هتقطعي حته، ما فيهاش مشكله خالص والناس كلها بتعمل كده. هتقطعي حته وتاخديها كده ايه تشميها، لقيتي ريحتها نفاذه ما تجيبيهاش. ايه ده؟ لقيت يعني المفروض ان هي تبقى ريحتها نفاذه؟ لا، المفروض ان الزبده البلدي الصح ريحتها بتطلع لما بتتحط على النار. ايه ده بجد؟ قلت له ليه؟ هقول لكم ليه. لان هي انتوا لما تاخدوها على تشموها كده، المفروض ان هي بيبقى ريحتها ريحه قشطه هاديه خالص. الريحه القشطه الهاديه الخالص دي هي دي الريحه الصح. امال الريحه النفاذه لو انا رحت ولقيتها ريحه نفاذه، الريحه النفاذه دي يا جماعه بتبقى مغشوشه. هما بيحطوا لك بديل سمنه بلدي، بديل الريحه بتاعت السمنه البلدي، ودي بتتجاب من عند العطار. خلاص. في الفيديوهات الجايه ان شاء الله هعمل لكم حاجه اسمها بديل السمنه البلدي، برضو حاجة صحية 100% وما فيهاش أي مواد مهدرجة إن شاء الله، وأحط لكم عليها بديل السمنة البلدي اللي يدينا ريحة السمنة البلدي. عشان كده انتوا لما تيجوا تعملوها وتشموها ولقيتوا ريحتها السمنة البلدي، لا، هي المفروض تبقى ريحتها قشطة، لأن هي مش سمنة، هي ريحتها قشطة. فهتلاقوا ريحتها قشطة خفيف خالص. خلاص. المفروض ان ريحتها بتطلع لما بتتحط على النار، تبتدي بقى ريحتها تبتدي ان هي تبان. خلاص. دي اول مرحله. طيب المرحله التانية ما فيهاش مشكله خالص، لما تاخدي على ايديكي كده اهو، خلاص كده اهو، وتقومي عاملاها كده، ما فيهاش مشكله خالص. بصوا المنظر، بصوا هي ساحت في ايديا، اول ما تحطيها على ايديكي بتسيح. بصوا زي ما انتوا شايفين كده. هتاخدي حته على بقك هتدوقيها، لو انت حطيتيها على بقك وساحت جوه بقك تبقى دي مظبوطه 100%. جرمست ودهننت. بصوا بقى انا عايزه اقول لكم اهو، ده جرمست ودهننت، تبقى دي زبده مغشوشه. خلاص. بتحطيها على ايديكي، بصوا على طول اول ما بحطها زي ما بيقولوا كده الجلد بيتشربها، وفي نفس الوقت بصوا انا حاسه ان في حاجه خفيفه على ايديا، مش حاجه مدهننه. اول ما تحسي ان في حاجه مدهننه تبقى دي مغشوشه.
اول ما تحسي ان هي خلاص الجلد اتشربها وخلاص، هي بصوا شايفين ادت لمعان للجسم وادت لمعان للجلد زي ما بيقولوا، لكن في نفس الوقت خلاص هو الجسم اتشربها. انما لو حسيتي ان في طبقه دهن على جسم على ايديكي، لا خلاص ما تجيبيهاش. خلاص يبقى رقم واحد، اول حاجه خالص الريحه. انا قلت لكم شموا الريحه، ما فيهاش مشكله خالص. بصوا زي ما بتقطعوها، انا عايزه اقول لكم ان انا قطعتها جوه زي بره. بصوا اللون هنا جوه زي بره، اللون هنا جوه اهو زي بره. خلاص فلونها الريحه بتاعتها، الملمس، خلاص اللون جوه وبره واحد. كل دي حاجات وانتي واقفه عند التاجر، يعني وانتي واقفه عند الراجل بتجيبيها، بتعملي الحاجات دي. طيب روحتي البيت، بتجيبي نص كوبايه ميه سخنه كويس، وتقومي جايبه حته الزبده دي وتقومي حطها وتقومي مدوباها. الميه تعكرت، يبقى الزبدة دي صحية 100%. طيب المية ما تعكرتش وبقت صافية وجابلي من فوق كده هوت زي طبقة دهن كده، والمية من تحت صافية خالص، يبقى الزبدة دي مغشوشة. ايه ده؟ طب ازاي المية لما تتعكر تبقى الزبدة 100% كويسة؟ لان اساسا فيها قشطة وفيها لبن. انتوا ناسين ان في لبن؟ فانتي لما تيجي تحطي شوية لبن على، مثلا هتحطي نص مثلا معلقتين لبن على مثلا نص كوباية مية وتدوبيها، هل هيبقى لون المية عادي ولا هيتعكر؟ عارفين بقى الحتة دي؟ يعني هيتعكر، مادام هيتعكر يبقى فيه لبن، يبقى هي فعلا دي 100% صح. انما لو ما تعكرتش يبقى ما فيهاش لبن، يبقى هي مغشوشة. خلاص كده. ففي شو ايه، دي برضو حاجة من الحاجات اللي مهمة جدا. ايه كمان عايزه اقول لكم ان بيحشوها كمان. وانتوا بتدوقوها لا تكون مملحه ولا مره ولا حمضيه. امال تكون ايه؟ يعني انتوا لما تيجي تدوقيها لا تكون مملحه قوي، لان هم بيحطوا جواها ملح عشان يتقلوا الوزن، ولا تكون مره. مره دي يعني متخزنه عندهم كتير وابتدت تبوظ فبقت مررت. او حمضيه، الحمضيه القشطه اللي جواها بتبقى بايظه، فبتديكي على في حموضه، بتحسي ان في حاجه محمضانه زي ما بيقولوا. برضو ديت هم شالوها بره وباظت منهم. امال بيبقى طعمها ايه؟ طعمها قشطه. هو طعم القشطه بيبقى حادق؟ لا. بيبقى مر؟ لا. بيبقى حمضي؟ لا. بيبقى حاجه كده هو ايه، حاجه كده قريبه للبن، حاجه كده، حاجه اللي هو ايه، طعمها حاجه ناعمه قوي قوي قوي. لا لا مالحه ولا مره ولا حمضيه، لا، طعم القشطه. خلاص. ايه كمان؟ السمنه كمان معاكي بعد بقى ما بتسويها وكده، كميه المرتة. لو كميه المرتة معاكي كتير كتير يبقى دي سمنه برضو مش كويسه. لازم تكون كميه المرتة تكون حاجه قليله قوي بالنسبه لكميه يعني بالنسبة لكمية السمنة اللي انتي بتطلعيها. خلاص. ده اخر حاجة بقى خالص خالص خالص، ما تفرحوش بالسعر القليل، لا خالص. يعني مثلا دلوقتي الزبدة البلدي يا جماعة، الامطار او الكيلو بيكون ب 260 جنيه. ما تروحيش انت تجيبي لي حاجة ب 150 او 100 جنيه وتقولي لي هي دي الزبدة البلدي، لا. لازم ان لازم يبقى في فرق في السعر. لازم يبقى يعني في نسبة وتناسب زي ما بيقولوا. طبعا اكيد ام 100 جنيه ولا 150 جنيه دي طبعا دي مغشوشة، طبعا ده اساسي. خلاص. طيب حاجة أخيرة بقى خالص هنهي بيها الفيديو، إني خدوا بالكم إن الأيام ديت علشان الزبدة البلدي كتير في الأسواق غالية، فبقوا يعملوا حاجة اسمها زبدة المزارع. زبدة المزارع دي أنا هعملها لكم فيديو مفصل ليها إن شاء الله بإذن الله عن كل التفاصيل بتاعتها، لأن برضو تمنها أقل من الزبدة البلدي. يعني أنا لما نزلت السوق اتفاجئت إن الزبدة المزارع دي تمنها 110 120، إنما الزبدة البلدي تمنها 250 260 جنيه. ففي فرق بتاع 100 جنيه، 100 وي كمان 120 جنيه أو 130 جنيه فرق. فان شاء الله ان شاء الله هعمل لكم فيديو عن حاجه اسمها زبده المزارع، ودي حاجه جديده، كانت اول مره اسمع المصطلح ده، اول مره يعني اسمعه. انا اتفاجئت نزلت السوق طبعا بسال على الزبده، قالوا لي 110 120. يا نهار ابيض، 110 120؟ ده انا جايباها ب 260 جنيه.
فطبعا انا يعني قلت ده اتخميت، قالوا لي لا يا لا دي زبدة المزارع. طبعا انا يعني ما سكتش، طبعا نزلت ودورت وشفت وكده عشان اعرف ايه هي زبدة المزارع، لان ده كان مصطلح اول مرة. يعني بصوا عايزه اقول لكم انا متجوزه بقالي 18 سنه، اول مره اسمع مصطلح زبدة المزارع. دي كانت حاجة جديدة عليا. طبعا انا عملت بحث وكده، وقلت هجيب لكم ان شاء الله المفيد بإذن الله، وهعمل لكم فيديو عن ايه هي زبدة المزارع، وايه الفرق ما بينها وما بين الزبدة البلدي، وازاي افرقها، وايه كمان هي، هل هي خطر على الصحة ولا لا، هل هي كمان مفيدة ولا لا. آم، عامله لكم فيديو ان شاء الله بإذن الله شامل عليها. يا رب يكون الفيديو انتوا عرفتوا تستفيدوا منه. انا يعني على قد ما قدرت ان انا جمعت لكم كل الحاجات، او كل المعلومات اللي ايه اللي انت وانت قادره عند التاجر تعمليها، وانت لما تروحي البيت كمان تعمليها. خلاص كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو استفدتوا منه اعملوا اشتراك في القناه. وانا بحاول على قد ما اقدر اعمل فيديوهات مهمه ومفيده عشان كلنا نفيد بعض. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.